النهارده حرفيا جايب لك العظمه كله. ده بدايه الموسم الرابع من انمي طوكيو ريفنجر، فلو لسه ما اتفرجتش عليه عند حد فيا بختك معايا، حرفيا هتشوف العظمه كله. ولكن طبعا كالعاده مختلف عن اي حد في اليوتيوب، لان انا منزلك طوكيو ريفنجر الموسم الرابع مانجا ملونه، وكمان بدقه ال4K، وانا الوحيد اللي على اليوتيوب اللي منزل مانجا طوكيو ريفنجر ملونه. وده طبعا لانه بكل بساطه انا اللي ملون المانجا بنفسي، ولكن للاسف تلوين المانجا بيحتاج تطبيقات مدفوعه، وقدرت الون فصول مانجا طوكيو ريفنجر كامل ما عدا اول كام فصل. فهسيب لك الجزء الاول والجزء الثاني تحت من مانجا طوكيو ريفنجر، ولكنهم للاسف مش ملونين. هتلاقيهم طبعا في قناه YIT انمي، وده لاننا في القناه دي هننزل مانجا ملونه فقط، وللاسف ما ينفعش ننزل مانجا ابيض واسود. ضروري يا جماعه تسمعوا الجزء الاول والجزء الثاني، لان ده هو بدايه طوكيو ريفنجر الموسم الرابع، والفيديو اللي انت بتسمعه حاليا ده هو تكمله ليهم. انا عارف اني طولت عليكم في المقدمه، ولكن طبعا كان لازم اعرفكم اللي بيحصل، لاننا بالفعل في الفيديوهات الجايه هنخش في الموضوع على طول وهنشرح القصه كامله. وطبعا زي ما انت شايف القناه لسه جديده، والمحتوى حرفيا متعوب عليه على الاخر، فما تنساش تقدر تعب وتحط لايك واشتراك، ويلا بينا نشوف ايه الحكايه. وارك جديد كانت بدأ هذه المرة، وهو ارك مهمة انقاذ مايكي. المهم تاكيميتشي بيبص على الساعة كده وبيتصدم، لانه طبعا على العادة بتاعته بيتأخر على المدرسة، بيلبس لبس وبياخد شنطته وبيطير على المدرسة. ولكن وهو في الطريق بيقول ماذا حدث؟ معقول قدرت اسافر بالزمن؟ ولكن المرة دي ما رجعتش بالزمن قبل 12 سنة ورا، ده انا رجعت قبل 5 سنين بس، وتحديدا ايام ما كنت في الثانوية. المهم بيوصل المدرسة واصحابه بيستقبلوه، بيقولوا له صباح الخير يا عم تاكيميتشي، ده انت اول مرة في حياتك تيجي بدري. ايه يا عم في حاجة معاك ولا ايه؟ اصل انت على طول بتيجي متاخر. وعارفين دول مين يا جماعه؟ ايوه ده هم ياماغيشي وماكوتو تاكويا، دول برضو كانوا اصحابه في الثانوي. المهم كمان واحد من صحابه بيقول ازيك يا عم تاكيميتشي، خلصت الاختبارات النهائيه بتاعتك ولا لسه؟ وعارفين ده مين التاني يا جماعه اللي بيكلمه ده؟ ايوه ده هو هاكاي. تاكيميتشي بيرد على هاكاي وبيقول له انا يوم ما كنت بمتحن في الاختبارات النهائيه، اول بس ما قعدت على الكورس على طول نعنست ونمت. هاكاي بيكلم تاكيميتشي وبيقول له طول عمرك يالا فاشل، فدي مش جديده علينا يعني يا عم تاكيميتشي. ولكن سرعان ما هاكاي بيلاقي تاكيميتشي بينظر اليه نظرات غريبه، فبيقول له مالك يالا تاكيميتشي في حاجه ولا ايه؟ تاكيميتشي بيرد عليه وبيقول انت كبرت شويه، هو انتوا يا جدعان مش لسه كنتوا صغيرين من كام يوم؟ ولكن سرعان ما بيسال على تشيفيو، بيجري بسرعه وبيدور عليه في كل مكان في المدرسه، ده بيفتح باب كل الفصول لحد طبعا ما بيلقاه. اول ما بيبص عليه كده حرفيا بيتصدم، بيقول له ده معقول انت يا تشيفيو؟ تشيفيو بيكلم تاكيميتشي بيقول له مالك يا عم صوتك عالي ليه؟ تاكيميتشي بيقول انت كويس يا تشيفيو ولا حصل لك حاجه؟ وتاكيميتشي اول ما بيشوف تشيفيو بينهار من البكاء، بيقول انا قدرت اسلم على مايكي كين وارجع بالمستقبل. شيفيو بيرد عليه وبيقول له اللي انت بتقوله ده اكيد طبعا قله نوم، روح نام شويه يا عم وتعالى كلمني. ولكن سرعان ما بيقول له استنى بس لحظه، متاكد يا ابني انك انت تاكيميتشي من المستقبل؟ تاكيميتشي بيقول له ايوه انا. شيفيو بيقول له بس انت ليه جيت من المستقبل؟ هو في حاجه حصلت ولا ايه؟ تاكيميتشي بيقول له انا مش متذكر اي حاجه، بس كل اللي انا متذكره ان انا قلت ببوج ان انا هنقذه، وطبعا مش بيذكر اسمه هينقذ مين. المهم بنروح لمكان تاني حيث يتواجد فيه كوكونو هاجيمي، بيقول له ما تنساش يالا مين اللي علمك، فما فيش اي عصابه غيرنا احنا في طوكيو، احنا حرفيا اقوى عصابه فيها، وده يا جماعه في عصابه مانجي كانتو، يا له من منظر قاسي للغايه. بيقول له كمان لو انت ناسي الزعيم بتاعنا الذي لا يقهر فانا احب افكرك بيه، واللي بيقول له كده يا جماعه يبقى هو سانزو هاروتشو، وده كمان من عصابه مانجي كانتو، وبيتكلم طبعا عن سانو مانجيرو. ده العصابه كلها يا جماعه مظلومين، مش مصدقين ان مايكي كين قدر يعمل ده كله، ده حرفيا قدر يخلص على اكثر من 50 عضو من اعضاء العصابه. المهم مايكي اول ما بيفتح عينه كده بيقول اخيرا جيت على وش الدنيا، ولكن سرعان ما بيذكر اسم تاكيميتشي، ده شكل فيه ان في الموضوع، لسه برضه مش عارفين هو ايه اللي بيحصل ده. ودول كلهم طبعا اعضاء عصابات مختلفه، انهم يتجولون في كل مكان في انحاء طوكيو. وبنروح لتاكيميتشي وتشيفيو في المدرسه. تشيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له انت رجعت بالزمن 12 سنه ورا ولا كام؟ بيقول له لا يا عم والله ده انا قدرت اقفز بالزمن 10 سنين بس، وده طبعا اقل بسنتين من المعتاد. تشيفيو بيرد عليه وبيقول له بس الرجوع بالزمن مش هيكون هين، اكيد طبعا دي حاجه صعبه، ولكن هل الرجوع بالزمن وتغيير الاحداث فيه له عواقب على المستقبل؟ تاكيميتشي بيكلم تشيفيو بيقول له كلامك صح، ولكن هو مايكي كين بيعمل ايه دلوقتي؟ المهم بيخش فصله بيحضر الحصه الاولى، بيلاقي المدرس قدامه بيقول له انت تاكيميتشي عندك فضول في عالم الجانحين، وده طبعا امر نادر للغايه. هو طبعا يا جماعه مش مدرس ولكنه هيشرح له الحكايه كلها. بيقول له بص يا عم تاكيميتشي، مضى عامان على حل عصابه مانجي طوكيو، وموازين القوه في طوكيو تغيرت بشكل جذري، خصوصا
خصوصا بعد الحل الصادم للعصابة الخالدة تومان، وأصبح عالم جانحي طوكيو في فوضى. ولكن ثم عصابات جديدة قد ظهرت أخيرا، ده كل واحدة من العصابة دي أقوى من التاني، وحرفيا طوكيو أصبحت حربا أهلية، دي بقت فوضى يا جماعة. والمعارك دي كلها سميت لاحقا بحقبة العصابات المتحاربة في طوكيو. تاكيميتشي بيستغرب أول ما بيسمع اسم العصابات المتحاربة، بيرد عليه وبيقول له أيوة يا عم، ففي الفترة اللي فاتت 3 أشخاص بكاريزما عالية أنهوا الفوضى دي. تاكيميتشي حرفيا بيتصدم، بيقول له 3 أشخاص، أنت متأكد ولا إيه؟ قال له أيوة يا عم زي ما بقول لك كده. ففي البداية لدينا الشخص صاحب القوة والتأثير، ده هو المثل الأعلى لعصابة توكوهاري تانداي، واللي بالمناسبة اسمه ساوزي تيرانو. وكمان في الشخص اللي كون أفضل عصابة في الخفاء، ودي هي زعيمة عصابة برهمان سينجي وكاوراجي. وفي الخاتمة طبعا لدينا العصابة المنيعة التي تسيدت حي شيبويا، ودي اسمها عصابة مانجي كانتو، وزعيمها الملقب بسانو مانجيرو. وبهؤلاء ال3 عصابات قدرنا نحقق التوازن في طوكيو، ويدعون هذه الحقبة باسم العظام ال3. تاكيميتشي بيقول معقولة في 2 في مستوى مايكيكين في القوة؟ بيقول له ايوه يا عم، فلعلمك يعني سينجي وكاوراجي قوتها في حتة تاني خالص وما يستهنش بيها. ولكن هو اللي بيحصل في عصابة مانجي كانتو ليه تم حل تومان، واذا كان سيتم انشاء عصابة جديدة فانا اقدر اعمل ايه بخصوص الموضوع ده. ولكن بيتذكر كلام مايكيكين في الماضي لما قال له ما تورطش نفسك في حاجة تاكيميتشي، فانا سعيد باللي انا بعمله. ولهذا السبب تم تأسيس العصابة الجديدة. تشيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له مالك يا عم مصدوم كده ليه؟ باين من شكلك كده كأنك في عالم تاني خالص. تاكيميتشي بيقول له لا يا عم والله كله تمام. فتشيفيو بيرد عليه وبيقول له اكيد طبعا بتفكر في مايكيكين. تاكيميتشي بيقول له ايوه بس احنا كمان ما ينفعش نتصالح مع حد دلوقتي. واول ما بيقول كلمة التصالح بيفتكر على طول هنا، بيروح لها وبيتوسل لها ان هي تسامحه، بيقول لها انا اسف على كل اللي عملته. هنا بتقول له مالك يا عم تاكيميتشي في ايه؟ انا مش عارف اي حاجة. بيقول لها انا جهزت كل حاجة لحفل الزفاف بتاعنا. هنا بتقول له اللي انت بتقوله ده يا عم انت شارب حاجة طيب ولا ايه؟ ولكنها كمان بتعرف ان تاكيميتشي جاي من المستقبل. اوبا ده شكل الدنيا هتولع. تاكيميتشي بياخد هيناتشان وبيطلع مع بعضهم على السطح، بيقول لها والله في البدايه كل حاجه كانت متفل و14، ولكن في نهايه المطاف انا اتغدر بيا. ده اكيد طبعا مش هينتهي الامر الا لما انقذه. وبيقصد بالكلام صديقنا مايكيكين. هنا بيتكلم تاكيميتشي وبيقول له بس انت على فكره اخترت اختيار خاطئ، وانتهى بك المطاف الى مسار سيء اخر، ولكن اللي حصل ده لو اتكرر مره اخرى فانا طبعا هكون جنبك وهقف معاك. تاكيميتشي بيشكر هنا وبيقول لها شكرا على الاخلاص بتاعك، فانا وانت برضه واحد. وبياخد وعد على نفسه انه هيهزم سانو منجيرو. ولكن ازاي هيقدر يتغلب عليه يا جماعه؟ ده مايكيكين برضه. تاكيميتشي بالفعل عاد 10 سنين للماضي، وده كله طبعا عشان ينقذ مايكيكين. شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول انت مغفل يا صاحبي، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم؟ مش هيجيب ولا هيودي. بيقول له بس انا بتكلم بجد يا عم شيفيو. شيفيو بيقول له طيب يا عم لو انت فعلا كلامك صح وعايز تعمل كده فانت لازم تجمعنا من الاول وجديد. قال له فعلا انت عندك حق، بس ازاي هقدر اجمعكم؟ فمن الواضح ان عصابه طوكيو مانجي لم تعد موجوده. شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له احنا برضه محتاجين القوه لمواجهه عصابه مانجي كانتو. المهم هوكاي كان بيمشي وراهم وبيسمع بعض الكلمات من اللي هم بيقولوها. بيقول لهم سلام عليكم يا رجاله، هو في حاجه ولا ايه؟ فانا سامعكم بتقولوا كلام غريب شويه، انتوا بتقصدوا ايه بكلامكم ده انكم هتجمعونا من الاول؟ تاكيميتشي بيرد على هوكاي وبيقول له لا والله ما فيش اي حاجه، فانت عارف برضه انا وتشيفيو ناس مجانين ما يتخدش عليهم. وبالفعل بعد ما هوكاي ما بيمشي تاكيميتشي بيكلم تشيفيو وبيقول له انا ما اقدرش اكلم هوكاي واقول له على كل اللي بيحصل، وده طبعا لانه هيعرض الخطه بتاعتنا للخطر. المهم هوكاي بيكلمهم وبيقول لهم لو انتوا فاضيين شويه فتعالوا معايا في مكان لازم اوريه لكم. تاكيميتشي بيقول له رغم ان انا مش فاضي ولكني هاجي معاك وهشوف المكان ده. المهم هوكاي بياخد تاكيميتشي وشيفيو بيروح لمكان غامض. ايوه يا جماعه ده هو الياكوزا، وده هو مصطلح يطلق على المنظمات الاجراميه في اليابان. المهم زعيم الياكوزا بيقول له مره وقت طويل من اخر مره شفتك فيها يا عم تاكيميتشي. تاكيميتشي بيبص عليه وبيتصدم. عارفين ده يبقى مين يا جماعه؟ ايوه ده هو هيشيدا هاروكي، وكمان بيلاقي شخص ثاني قاعد جنبه. ولكن تاكيميتشي اول ما بيبص عليه كده بيفرح خالص. وايوه يا جماعه اللي قاعد جنبه ده يبقى هو بات شينكين. تاكيميتشي بيقول له معقول يا عم اطلقوا سراحك من السجن ولا ايه؟ فانت كنت محبوس يا جدع. رد عليه بات شين وبيقول له ايه النكته الحلوه اللي انت بتقولها دي يا عم تاكيميتشي؟ بص يا ابني والله لو انت مجنون روح شوف لك اي مستشفى تعالجك، اللي انت بتقوله ده يا عم اخبار قديمه وحصلت من سنين ورا. تاكيميتشي بيقول له ايوه يا عم انا ما كنتش اقصد، فانت عارف برضه ان انا على طول بنسى. وبالصدفه كمان تاكيميتشي بيلاقي تاكيتشان بيقول له اخبارك يا تاكيميتشي، لو انت بتدور على غرفه فاضيه تقعد فيها
فباذن الله طلبك ده هتلاقيه عندنا. واللي بيقول له كده يا جماعه يبقى هو بيحكين. المهم هو كان بيكلم باتشين وبيقول له لو انت بتدور على غرفه فاضيه ولا حاجه فما فيش مشكله، عندي لك يابا غرفه، انما ايه تحفه. باتشين بيرد عليه وبيقول له انا فعلا كنت عايز غرفه للترفيه. تاكيميتشي يا جماعه بيتصدم من الاثنين دول، ودول هم طبعا هاكاي وميتسويا، وده طبعا لانهم مش بيتوافقوا مع بعض نهائي. ده يعني ايام ما كان تاكيميتشي في المستقبل وكده. وسرعان ما تاكيميتشي بيكتشف السبب في ان باتشين وبيهيان بيدور شركه عقارات في المستقبل. يعني يا باشا فزي ما انت شايف كده هم بيأجروا الغرف لكل الناس. كمان ميتسويا بيكلم بيهيان وبيقول له ممكن كمان تدور لي على غرفه ليانا، فالعيش مع يوزاها متعب للغايه فهي تستمر في ازعاجي. قال له بس كده يا باشا عينيا ليك، الشخص غالي والطلب رخيص. كمان شيفيو بيقول له وريني كده الغرفه اللي انت هتديها له، فدول كمان بيبحثوا عن غرفه للايجار. المهم تاكيميتشي بيتصدم ان الجميع كبر فجاه كده. شيفيو بيكلم تاكيميتشي بيقول له تعالى بص يا عم كده على الاوضه الحلوه دي. ميتسويا بيكلم بيهيان وبيقول له بس دي سعرها غالي جدا، ولكن سرعان ما صاحبه بيرد على ميتسويا وبيقول له ده انت ابوك وامك غني يا ابني، انت مستخسر السعر ده في الغرفه دي. كمان باتشين كان بيدور على غرفه للايجار. هياشيدا بيقول له ايه رايك يابا في الغرفه دي، فانا شايف ان هي مناسبه جدا ليك وللترفيه، ولكنها طبعا مش مناسبه للعمل. وسرعان ما بيجامل باتشين في السعر بتاع الغرفه. المهم شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له ايه رايك تضمهم للخطه بتاعتك، فاذا كان هؤلاء الرفاق في الخطه بتاعتك فستكون لدينا قوه مذهله. تاكيميتشي بيبص عليهم وبيلاقيهم بيتشاجروا مع بعض، ولكن بيرد على شيفيو وبيقول احنا فعلا هنعمل كده، ولكن مش دلوقتي، كل حاجه ولها وقتها يابا. هاكاي بيكلم تاكيميتشي وبيقول له ده في كمان اتنين رائعين. تاكيميتشي بيرد عليه وبيقول له انت بتقصد ايه بكلامك ده؟ قال له يا عم ما انت عارفهم هم مين، عامه فهم ناس على طول بيتقدمونا للامام وانا لازم احصلهم. تاكيميتشي بيرد عليه وبيقول له بس انت كويس جدا يا عم هاكاي، وانا طبعا متاكد انك انت هتبقى شخص غني جدا في المستقبل. المهم هاكاي بيكلم تاكيميتشي بيقول له بس انت متاكد ازاي بالطريقه دي؟ بيقول لي ابعد عليك، ده انا بقدر اتنبأ بالمستقبل، ولا اقول لك قصدي طبعا ان هو ده الاحساس بتاعي، يعني ده اللي جوايا يا عم هاكاي. وبعدها بينتهي اليوم وتاكيميتشي وشيفيو بيودعوا هاكاي. شيفيو بيكلم تاكيميتشي وبيقول له انت ليه مش راضي تقول لهم عن الخطه بتاعتك؟ فاعتقد ان دي كانت فرصه جيده، وده طبعا لان كل اللي انت عاوزهم حرفيا موجودين في مكان واحد. تاكيميتشي بيقول انا ما اقدرش اورطهم كلهم من دلوقتي، وده طبعا لان كل واحد في المستقبل سيكون لديه حياته الخاصه، فهم برضه عندهم خطط لازم يهتموا بيها. شيفيو بيقول له ها فهمت، ايه رايك كمان نضم ناس ثانيه؟ ولكن سرعان ما شيفيو بيديله مكالمه هاتف وبيقول له استاذن انا يا عم تاكيميتشي، فانت عارف برضه ان انا شغال عمل جزئي. وبالفعل شيفيو بيودع تاكيميتشي وبيقول له السلام. تاكيميتشي بيبص على شيفيو وبيلاقيه داخل متجر الحيوانات الاليفه، وبيعتذر طبعا للمدير اللي كان هناك، وده طبعا لانه تاخر 5 دقائق عن الوقت بتاعه. ولكن الصدمه هنا بعد 10 سنين من الان شيفيو سيكون مالك لمتجر الحيوانات الاليفه، وبالفعل مستحيل تورطهم الان في القتال. ده شيفيو لسه عنده حلم لازم يحققه، وكمان ميتسويا. المهم هيشيد بيكلم السكرتير بتاعه بيقول له يا راجل ده ميتسويا صعب جدا ان انا ارضيه. كمان تاكيميتشي هو بيجري وبيروح على البيت بيقول ان جميع من في تومان لديهم اهدافهم الخاصه، وطبعا هنا معاهم. وفي ذلك اليوم عندما حلت تومان لقد اخبرت مايكي عن المستقبل الذي مات فيه الجميع، واقسمت لي ان انا هحميهم جميعا. والان وبعد 2 هذا هو المستقبل الذي اقسم مايكي كين بحمايته. ولكن سرعان ما بيتوقف عن الجري وبيقول فانا برضه ما اقدرش اورطهم في القتال ده دلوقتي، انا لازم اعمل ده كله بمفردي. ولكنه لسه لا يمتلك اي دليل واحد على ذلك. المهم الموبايل بتاع تاكيميتشي بيرن، واول ما بيمسك الموبايل كده وبيشوف الاسم مين حرفيا بيتصدم. ايوه يا جماعه ده هو دراكن اللي بيرن عليه. دراكن بيكلم تاكيميتشي بيقول انت فاضي نقعد مع بعض شويه ولا ايه؟ فانا عايزك في حاجه مهمه يا عم تاكيميتشي. تاكيميتشي بيقول له ايوه يا عم انا فاضي. ومن هنا هنقف. استنوني في الاجزاء الجديده من حكايه تاكاميتشي ناموتوكي ريفنجر الموسم الرابع، وده كله طبعا مانجا ملونه. وما تنساش اللايك والاشتراك لان ده بيفرق معاك جدا في جوده المحتوى اللي بنقدمه، طبعا بيخلينا نقدم محتوى افضل واسرع للمتابعين. واهم حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد وبس كده. جود باي.